اعمل عدل. ماشي. قلل الرز. ماشي يا ماما. رفع الصبع، ها رفعه خليه رفيع. ماشي يا ماما. كل ده صبع هنختصر فيه، وبعدين ما تقوليش يا ماما انا مش امك. يلا اعمل عدل. ماشي. فينك يا ماما؟ بلا فينك يا ماما، ده ارتحت منك ومن قرفك. ترى مين اللي جاي دلوقتي ده؟ هو انتي؟ ايوه يا بنتي انا. هو احنا مش كنا اتفكينا من الموضوع ده ولا ايه؟ انا جايه اشوف حفيدي. حفيدي حفيدي حفيدي، زلتينا بحفيدك ده. بيعمل ايه ده؟ ما بيعملش حاجه. ايه اللي ما بيعملش حاجه؟ اوعى. خدي هنا بس، رايحه فين؟ انت يا ست، انت كمان يا ستي. انت بتعمل ايه؟ هو احنا مش هنخلص من الموال ده؟ ايه ده بس كده، انت خد جنب. هو احنا مش هنخلص من الموال ده؟ شيخه بلاش افترى، ما عدا العيل الصغير يعمل لك المحشي ده يتعمل بالطريقه دي؟ يتعامل بالطريقه دي. ايه اللي انت بتقوليه؟ خافي ربنا وراعي ربنا بعيل صغير يتيم. وانت مستنيه يا اختي ان انا اخدمهولك؟ ما تسيبيه عايش معايا بلقمته، وبعدين انا مش الخدامه اللي جايبها له ابوه. وانا مش عاوزاك تخدميه ولا يخدمك، ده حفيدي ومن حقي وانا اخده معايا. لا ما لا تاخديهوش. مش هسيبهولك. لا مش هتاخديه، خليه يقعد هنا يخدمني. يخدمك؟ لا يا بنتي، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ بعمل كده عشان مش عايزه بنتك ترتاح في نومتها على اللي عملته فيا زمان. عملت فيكي ايه؟ انت ما بتخافيش ربنا؟ يعني بنتك يا اختي اللي كانت بتخاف ربنا ولا كانت بتخاف ربنا؟ انت مش عارفه هي كانت عملت فيا ايه واتجوزت بسيوني؟ لا افتكري كده بقى معايا. وهي عملت لك ايه؟ خافي ربنا وراعي عيل صغير. يا جماعه صوتكم جاب الاخر من الدنيا ليه؟ ازيك يا حماتي عامل ايه؟ اهلا، ازيك يا ابني؟ والله الحمد لله. في ايه؟ في ايه؟ انت مش عارف مراتك بتعمل ايه في الولد اللي انا سايبهولك؟ عملت ايه يا بسمله؟ ما تتكلمي وقولي له. عملت ايه يا مصطفى؟ يا بابا كان بتخليني نعمل كل حاجة، لما بتعرفك انك جاي بتخليني ننام. ده يرضي ربنا؟ دي الامانه اللي انا عطيها لك، الولد ده من حقي، انا امه. انت يا بسمله يطلع منك كل دي؟ ده انا كل ما نقول لك خلي الواد يروح زار سته يقول لا ده هيوحشني، ده انا عايزاه يقعد معايا، ده زي ابني. تريتك بالقعده عشان تشغليه؟ طب ليه يطلع منك كل ده؟ عشان اللي مراتك عملته فيا زمان. عشان اللي مراتها الله يرحمها ماتت وسابت لك الدنيا بحالي، تقوم تعذبي الطفل الغلبان ده؟ سابت لي ايه بعد ايه بقى؟ ما خلاص، ما كانتش تعمل كده في الاول. وبعدين لما مش عاجبك كان المفروض يروح لسته، هي اولى بحضانته، بس انت اللي قلت لي انا عايزاه وانا حباه معاي. تلاتك بتعملوا كل ده عشان النقطه الصفراء اللي جواكي، عشان كل الحقد اللي جواكي. هو انت مش هتنسي ابدا؟ لا ولا عمري هنسى، وانا مخليه مصطفى قاعد معايا عشان خاطر اذله زي امه ما ذلتني زمان. عشان خاطر تذليه؟ لا، من هنا ورايح انت هتقعدي مع مصطفى وهاني، وهي اللي هتخدمكم كلكم. فهمت يا حماتي؟ مصطفى ابني لازم يتربى في حضني. ما بتخافش ربنا ومنه من حضانتك انت اللي هتقعدي معاه. تقعد فين دي؟ لا والله العظيم ما قاعده فيها، لو قعدت لنا اللي همشي. تمشي؟ يا ست الباب يفوت جمل، طالما انت هتقعدي هنا على جفا ابني وابني اللي يخدمك وانك تدمري حياته، لا اتفضلي. انا كنت فكرتك ان انت ام له وان انت هتراعي ربنا فيه، اما مصطفى حضانته من حضانه سته ومن حقها انها تعيش بيه، وعشان انا مخاف على ابني وعشان يتربى قدام عيني هي هتقعد معاه. فهمت ولا فهمتيش؟ انت بتكرشني يا بسيم عشان خاطرهم؟ نكرشك؟ ودي اقل حاجه على فكره. المفروض ان انا كنت ضربتك بالبلغه وشغلتك تحتيهم خدامي. بقى انا اتشغلني عندهم خدامه؟ طب انا هما في البيت بس كده طلبتيها ونلتيها. انت طالق، اطلع بره بره. والله ما انا داخله لك يا بسيم. غور بداعي انتوا اللي نفضي. مصطفى ابن حق، وانت يا ابني كتر الف خيرك. علي يا حماتي، ده ابني وانت حماتي. ام مراتي الله يرحمها، لو ماليش خير فيكم مش هيبقى ليا خير في حد. وبعدين هو ما قاليش ان هي بتعملوا فيه دي وانا ما نعرفش حاجه. ما انت كنت لما تيجي تسألني هي كانت بتضربني وما تخلينيش نقول. معلش يا مصطفى، انا مش هنجيب لك مرات ابي تاني، انت تعيش مع ستك وستك هتعيش معانا هنا، متفقين؟ يلا اعملوا بقى المحشي بتاعها. يلا. لا انت ما تعملش، انا اللي هعمل. وانا هنيجي نساعدك يا حماد، هغير هدومي ونمشي.